الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات سبعتنا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما عنتي بزعبانا يحونا أسامة إدريس ياسين إبراهيم ترحمه بزعبه إن شاء الله رب ارحم كنبل إنا. طبعا زي ترحمه كنبل كلنا معناته يا ربي ارحمه مالتي مراقا قصي كم ترحمه أيكونن انتي دا هذا ترحمه يا رب ارحمه مالتيو ازيو تي نياني ابوتاتنا ونياني عدنا زبلوه هو لكن تراحميو الكا اختزارب مو ربي غفروا له الكا الرقاق صح تزارب زيجي جايو ازي بروجرام زي لما عتينا يحونا أسامة نقبره زلنا فرقو بقانقو عربية فرقو خاء بتجرينيا خنزارب إنا كبرات سمعتنا إن مجمريا خنب لكم منيو أسامة إدريس موسى أو أسامة إدريس ياسين. أسامة إدريس ياسين إبراهيم أو أسامة إدريس إبراهيم ياسين حدا كابتم شباب إريتراويان أب سعودية زعبيه أب فلبين للتمهره دحراي بتخونتات إني سعودية تغيره قديتها خينوو إن تركيا خجيش أب تركيا أب شركة سلسلة الرواتب بهال أب يسرح نيرو سلازي لسه بزي بار كابس أب سعودية تنابيرو أب فلبين تماهيرو أب تركيا تقميتو أجلو لما أب سعودية كأخوينو بزعبا نيز حونا زي رب ارحم نخنبل اتزان تاناتو كميلو ينابر نيرو انتايو تماهيرو بخميك خاتمة رب سبحانه وتعالى هبوه اجتاتنا خنزارب التعالامة رب ارحم نمبال وكل محواتنا أم العالم زلخم رب ارحم كتبرو دليو أبزي رقم أب شاشة دلو دويلكم رب ارحم نكتب له تسفال لكم. مشاهدينا الأكارم، نحن نتحدث عن حبيبنا وأخينا وزميلنا الأستاذ المهندس أسامة إدريس إبراهيم ياسين من مواليد السعودية المملكة العربية السعودية والنشأة والتعليم في الفلبين وإكمال العمل في تركيا ثم وافته المنية في المملكة العربية السعودية. نحن نتحدث عن سيرة هذا الشاب العطر وكيف ختم له بخير ويعني وكيف كانت شهادة زملائه. سنبقى مع أول مداخلة. الكنترول لو يعطونا أول تعريف أو المداخلة أو أول فيديو عن موضوع أسامة والدحوي سما بطعمي تعيسى بنيرو لقاسة بزعبها سرحو بطعمي تنقعد صراح يزقبر نيرو ومن السما تفهم كل موظفين كل من فطوه تعيسى بنيرو طعمي تحب السبي لكن عمل رب العالمين وسيدوه طعمي احنا بهينا بخينا كلهم أصحابه كأنه خم حواتهم نيرو كلهم عرفتوا سلازي أسامة طعمي حزني أسامة زخدلنا لازي الحمد لله أماك قيدو أمرا غيرو مسجد نبو سجيدو كون رياض نبو خريل قيدو مسبو أنيو زترخي بزلر ما نعم يا ربنا قريب. في البداية أعزي أهل أسامة، أعزي الوالد والوالدة وأخوانه على الفقد العظيم لأخينا أسامة. نعزي نفسنا ونعزي جميع
أقربائنا في موت أخانا أسامة إدريس رحمة الله عليه. بعزي أهل وأصدقاء أخونا أسامة. أعزي نفسي وإخوتي في أسامة. عندما الله ayırıp في أخونا أسامة. Çok değerli kardeşim Usame İdris'in vefat haberinin üzüntüsü içerisindeyim. Benim için bir kardeş gibiydi, dost gibiydi. Her zaman kalbimde olacak, her zaman güzel kişiliğiyle, güzel kalbiyle, güzel hatıralarıyla yaşatacağım. Allah mekanını cennet eylesin, cennetin suyu ruhuna işlesin. Toprağın bol olsun güzel kardeşim, mekanın cennet olsun. ممتاز. ما شاء الله تبارك الله. كبرات سمعتنا خمسة سمعكم مو زي شهادة يعني توم سرحتنياناتو قل مزا كل ما حوبؤوا سعيد ياسين بارك الله فيه طبو زربا أسمعنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا أنتم شهداء الله في أرضه. نحنتي جنازة مش حلفت بطبو ذكر ما وجبت لهم. الحريول ما خليتي جنازة حلفة حماق ذكر ما وجبت لهم. دحراي لما صحابة يا رسول الله وجبت الكمسي انت عملتيو تقدمتي بصبو ذكركم ما وجبت لها الجنة إليه تخل اتخاب حماق ذكركم ما وجبت عليها النار. نسأل الله العافية والسلامة. رب سلامتي بلنا باركس ازيو تي شهادة طبو سب كمسكرتان كله نعاها والله محقوسيو هدي ما عريت بلني يا رب ارحم الله سبسي يفتخاه سب يفتخات بلني يراه الله سب مفتاو لما قليل كان مثلكم قد سب مفتاو رب فتوكا له من انت السب فتوكا قدم نقال رب فتوكا له رب سبحانه وتعالى نحرفتك جبريل عليه السلام فتوكا اهل السماء يفتوها لحر اهل المريد ما اهل الارض فتوها. يا الله اجعلنا منهم يا الله اجعلنا منهم يا رب آمين آمين آمين. إذن إذي طعم زخونة الزرباء طعم زخونة مسكر حتى تركاويان مسؤوز رأيوه صبق مسكر ملو إذي والله عبيد عدل إيو ربي يرحملون أسامة نبل. أسامة مشاهدينا الكرام استمعتم إلى هذه اللقطات الجميلة والتعزية من زملائه ونحن سنكمل أيضا بقية اللقاءات التي تمت والتقارير التي تمت من أجل أسامة. لكن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن جنازة مرت فأثنوا عليها خيرا ثم جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخبر فقال الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت لها النار أنتم شهداء الله في أرضه. فحينما يكون العبد محبوبا عند الله عز وجل ثم محبوبا عند جبريل ثم يكون محبوبا في السماء ثم يكون محبوبا في الأرض ثم يجعل له قبول في الأرض. وهذه حقيقة يعني نعم من نعم الله تبارك وتعالى لأن سيستم القلوب بين يدي الله تبارك وتعالى أكد ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إلى الفيديو الثاني. عندما نتحدث عن أسامة فنحن نتحدث عن صاحب الوجه البشوش والابتسامة المميزة التي كانت لا تفارقه أبدا. أسامة من الأشياء اللي كانت تميزه الله يرحمه إنه كان يضع بصمة حرفيا يضع بصمة في كل مكان يأتي إليه. هو كان رقم واحد بالبسمة تبعه والضحكة تبعه. وين ما رحت بأي مكان بأي مكتب موجود بالشركة حتسمع صوت ضحكة أسامة. أسامة بالنسبة لنا كان أكثر من صاحب، كان بالنسبة لنا أخ. أسامة ما كان مجرد صراحة زميل عمل، كان أخ وحبيب وصديق، صاحب علاقة طيبة مع الجميع، يمازح الجميع، إنسان كان جدا جميل وفاضل. أسامة كان محبوب لدى الجميع، وأسامة كان يخدم الجميع في أي مكان تدق عليه أو تتصل عليه تطلب منه شيء ما يخذل. أما لما ترجع للشغل ما شاء الله حوله والله ما يقصر أبدا. كان بشوش الوجه، ابتسامته دائما على الوجه وتعطي راحة في المكان. نحن الآن افتقدناها في مكتبنا، افتقدنا ابتسامة أسامة وضحكاته. إنسان ما شاء الله شجاع وقائد عظيم بالنسبة لنا. نعم الأخ لنا جميعا، كان دائما هاشا بشا، كان مبتسم دائما، كان ضحوكا، كان إنسان يتسم بالبشاشة والابتسامة الجميلة.
أسامة رقم واحد بالأخلاق، رقم واحد بالالتزام. ما كان يقصر أبدا، كان هو الوجه البشوش، قلبه طيب وما كان يرد أحد، وكان يحب الجميع صراحة يعني. كان إنسان خدوم جدا، يقف على مصالح أصحابه ويقف على مصالح آبائه وأعمامه ومن كان أكبر منه وحتى الصغير أيضا. ما طلب منه أحد شيئا في حياته إلا ولبى بقلب وبصدر رحب وبطيب نفس. كان رجلا بشوشا ضحوكا، دائما كان يحرص علينا أن احنا نبدأ نمشي نصلي، يقول لي الصلاة جات يا نبيل خلينا نروح نصلي. نحسب أنه في آخر حياته كانت موتته على خير، وكان هناك شواهد كثيرة على أنه إن شاء الله مكانه في الجنة. لا نتقول على الله، ولكن يعني عرفناها قبل موته أنه اعتمر قبل موته، وإن شاء الله تكون هذه العمرة في ميزان حسناته وتكون يعني طريقا إلى الجنة بإذن الله. قلبه نظيف ويروح منك والله، يعني هذه صفة ما وجدناها إلا في أسامة. يعني لو أقول إن أسامة في إيش مميز، كل إنسان فيه ميزة معينة، بس أسامة ما شاء الله تبارك الله عليه مميز في كل شيء، في ضحكته، في ابتسامته، في أخلاقه. كان يميزه الابتسامة الجميلة والوجه البشوش، علاقته طيبة مع الجميع يعني بدون استثناء، الجميع كان يحب أسامة. القاسي والداني كان يحب هذا الشخص أسامة. يا سلام، ما وددت حقيقة أن يقف هذا الفيديو الجميل. الشخص حينما يشهد له زملاؤه تجد أن الشهادة فيها مصداقية كبيرة. لماذا؟ لأن الإنسان أكثر ما يكون، خاصة الرجل، أكثر ما يكون في عمله 8 ساعات، وال8 ساعات وال16 ساعة المتبقية، يعني الزمن كله 24 ساعة مقسم إلى 3 ثمانيات، 8 و8 و8، ف8 ساعات أنت في الدوام، و8 ساعات ربما تقضيها في النوم، وال8 أخرى متفرقة ما بين الأسواق وخدمة الأهل والروحة والجية والأصدقاء والطلعات والنزلات. فإذا 8 ساعات هي في العمل. لذلك أنصح أنا من أراد أن يسأل الإنسان عن شخص يريد أن يزوج ابنته أو أخته يسأل عنه في عمله، لأن أقل شيء 8 ساعات، إذا لم تكن 9 ساعات أيضا في بعض الأعمال 12 ساعة. فهم يعرفون حقيقة أخلاقه، ويعرفون أيضا أمانته، ويعرفون أيضا خلقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نسأل عن من جاءكم من ترضون دينه أمانته ودينه وخلقه فزوجوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه والله شهادة طيبة. الكل يقول بأنه كان مبتسما وكان خدوما وكان ما شاء الله تبارك الله. يعني الحقيقة الموت لا بد منه لكل إنسان. كبرات سمعتنا إذا أباد سمعنا بزعبان ناي أسامة يعني بطعم يزحقوسيو زي شهادة زي خزرب كله كابتوم سرحتنيا كابتوم بصوتو كابتوم مسؤول نبرو شمنت ساعات بصراحة كوبس لزبل كم نزع مسألة مسكر كم نزع مسألة صادق زخون زربا أي تركبني خا. سلازي لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقتمر عود دلقا من جاءكم من ترضون دينه أمانته وخلقه وزوجوه كم سرحتني هذا مسكر له أي تركبني خا، لأنه شمت ساعات كوبس لزبل نساتهم من فلطوه صادق دي كاذب، نساتهم من فلطوه طبعا طعم دي وحماق، نساتهم من فلطوه دين دي ولا لخباط. سلازي زياتهم من المخاب بعد صلاتي إلى صلاتي زخاخرنا ومخين دلنا نجر كأني هنتاي دليل لنا أتي بجكا سحقن صوتان كالي زي بلو كبأسن كاختلفن نادر إنا بلوخا. فإذا خبر زي بصراحة كم جيل يوم خزارهم كله بصراحة يعني حقو سكا. كم أول الشيخ محمد عبد الله مدير ناتو نجيرني إلني يعني خلتكم كلا كيدا شهاستي يمتأني لك وبالعمي أنا مساخا خوف كبير يزفتو زربها سمع زلي يبل مع إنه كمتن قبز كخيل يزقبهم مستم قباز كعلل كتصاوت هو خبل، لكن كيدو شيخ كم شيخ محمد عبد الله وقور زخنه
سبحان الله يعني دفروني خان شيخ محمد عبد الله ربي بسلام لسنا بزهلو دحني هلو شيخ محمد كابز خوينا السلام عليكم نبلكم ابدهلكم دحنو قتلوا بعيب على ملوء تسفاي مبارب لاني يا اخي سبزي متاني انا مسخاي كوبز بل مسخاي سمع زدلي كم هاري زدلي كبلون كلوتي تقلبون مشطون مسربخم زلو سيردعكا بصراحة كساعة كندزي قيمة خمزلو أبقى المربي نحنا نفلت أين برنان كساعة كندزي عابي قدر خمزلو نفلت أين برنان كم سبوي خيد لكن تاوش تلبي تتصري تخفى بجكا ربي سبحانه وتعالى من يفلت لذلك كبر قويتاب لنا وذروا ظاهر الإثم وباطنه ذروا يلك يعني قدفوا حماق حاتيات وش تلبخم زلو حماق حطيات بدق زلو كله توبا بلو كاب كله توبا بلو لنا بار تاخ بالدليل ان سبزسي سبحان الله اتم بصوتو اتم حواتو صبق مسكره منو اسكي نسمع دما انتهى له خبر خالق اعطونا الفيديو الثاني حبايبي الغاليين ونبغى الرقم طيب نبغى رقم الشاشه ايضا على هذا مشاهدي الاكارم فاصل كل لسكم هنا اريح الرحمن الرحيم كبرات سمعتنا نقصل لنا بزعبا ناي حونا أسامة إدريس رب يرحمه له نجنا يخن وسمعنا زي مسكر وصبغ زربا ناي حواتو نتمنى لما حواتنا بالسعودية هذا اللو دوي لهم كا صبغ مسكر صبغ خبر كسمعنا خا تسفان قبر اي نعم حناخذ فيديو وبعد ذلك مشاهدي الأكارم نأمل الاتصال والتواصل على الرقم الموجود في الشاشة كنترول لو سمحتم اعطونا الرقم في الشاشة بارك الله فيكم عشان الناس تتصل هذا الرقم أمامكم مشاهدي الأكارم 044 79 47 83 14 17 بارك الله فيكم. الآن نشوف الفيديو الذي بعد هذا. من المواقف التي لا أنساها له قبل وفاته بيومين قلت له ماذا فعلت في الأمانة التي أمنتك إياها؟ كانت هذه الوصية هي أن عندما يذهب إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يسلم لي عليه، فقال لي سلمت لك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر سنابة كانت بيني وبينه إنه فرحنا له إنه صار مدير المشاريع. قلت له تعال يا أسامة أنا بقلب لك المكتب هذا بسوي لك ديكور يعني قال لي الوعد نهاية الشهر تقييمك عندي. الله يطول في عمري الله يطول في عمري لين ما أجيكم. هذه كانت يمكن آخر سناب الساعة 2:30. الساعة 5 سمعنا خبر وفاته. فاجعة كانت لينا، فاجعة لأهله، فاجعة لأمه، فاجعة للموظفين، فاجعة لكل أحبابه. فسبحان الله أسامة مات وهو كان يخدم أبوه. كان معي طيلة الوقت يكاد لا يعني ينقضي يوم إلا ونكون سويا في الصباح وفي المساء، وكان معروف إذا احتجت لأسامة اتصل على عبد الله، وإذا احتجت عبد الله اتصل على أسامة. معرفتي بأسامة يعني كانت مدة بسيطة كلها سنة، بس السنة هذه حسيت إنها كأنها 20 سنة. يعني من المواقف اللي تربطني فيه إن كنا ندرس أنا هو معهد اللغة التركية، وكان دائما يحرص علي يقول لي نبيل ذاكر، يعني نبيل اجتهد، خلينا نجتهد، خلينا نذاكر. فحتى الأيام اللي كنت أغيب فيها كان يرسل لي المحاضرات يقول لي نبيل هذا الدرس اللي احنا اخذناه اليوم اذا ما فهمته اشرح لك. أسامة رحمة الله عليه يعني كان واقف معايا من يوم ما جيت هذه الشركة، كان يقول لي يعني اجتهد واصبر. يعني كانت 8 شهور قضيتها مع أسامة، كانت يعني شيء لا يوصف. يعني زي ما ذكرت أنا كنت أتصل عليه بشكل يومي في اليوم يمكن 10 مرات، لدرجة إنه كان يقول لي يا منصور يعني حسسني كأني طالع إجازة، اختفي عني شوية. عندما يراني أسامة كان سواء في الصباح في المساء في كل وقت يقول لي عاشت فلسطين حرة إسلامية يا أبو أحمد، تعيش القدس تعيش القدس. هذه الكلمات كانت تلقي يعني لها صدى كبير بنفسي، وهذه الكلمات لن أنساها من أسامة ما حييت. محبتي له، حبيت كل أخوانه، حبيت أهله كلهم. من أكثر المواقف الجميلة اللي تعجبني من أخوي أسامة إنه ما يروح منك وإلا مسامح. اللي أنا واجعني إنه مو موجود معانا.
هل من اتصال مشاهدي الأكارم؟ هل من اتصال؟ الله يرحمك يا أسامة، تركت ذكرا. حيا الله الشيخ محمد، أهلا وسهلا بصديق العمر الشيخ الوقور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال؟ عساكم بخير. هل ممكن تخليه فيديو ولا ما هو مناسب؟ والله الآن الوضع غير مناسب، يكفي أن أسمعكم صوتي حتى لا تروا يعني في عيني ما لا يحب أحد أن يراه. الله المستعان. والله المستعان. على كل حال شيخنا الشيخ برهان، يعني أنا أعتقد أن من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الشركة وجود كوكبة من الشباب النير، الشباب المبارك. وكنت أعتقد تماما أن من أفضل من يعمل عندنا في الشركة المهندس أسامة إدريس ياسين عليه رحمة الله. أسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. هذا الشاب المبارك كان يمتاز بالعزيمة وبالقوة وبالأداء الجيد، بل الأداء المميز. شاب يهتم بعمله ويهتم بأموره، يعني وكأنه يعني في 50 من عمره، يعني كما هو دأب كبار السن الذين يهتمون بأداء الواجب وأداء الأمانة. هو كان بهذه المثابة، إضافة أنه كان يمتاز بخلق جم، خلق عظيم حقيقة، وكان له ابتسامة تشق آفاق الدنيا، وكان له ضحكات تتردد في أروقة الشركة. أسامة كان شابا مهذبا يحترم الكبار ويقبل على رؤوسهم، يهتم بخدمة الصغير ويهتم بخدمة الكبير ويهتم بخدمة إخوانه. كان يتشوف للقائي كل يوم. كنا نجلس في المقهى الذي بجوار الشركة، فكان من الشباب الذين يحرصون على الجلوس معي أسامة عليه رحمة الله. حتى في سفراتي من الشباب، يعني كل الشباب تقريبا أكاد أقول أنه لا يوجد أحد يسأل، وهم مشغولون في أعمالهم، ولكن لا يمنع أسامة مشاغله أن يسأل عني. فكان يقول اشتقنا لك يا عم، ويذهب إلى المقهى يقول حتى الإخوة في هذا المقهى مشتاقون للقائك. في أيامه الأخيرة كان يتواصل معي حتى يلبي احتياجاتي، يقول إذا كان تحتاج أي شيء أنا في خدمتك. وكنت أقول له أنا لست من الناس الذين يثقلون على أحد، فإذا كان يشق عليك يا أسامة، قال لا والله أبدا، خدمتك شرف يا شيخنا. هكذا كان يقول أسامة. أسامة كان حريص على دينه، كان يسأل عما بدا له من أمور، عما أشكال عليه من مسائل. وأذكر أن آخر مسألة سألني عنها حينما ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينوي أن يعتمر، فكان يسألني عن موضوع الميقات، فكان يعني يرسل لي الرسالة تلو الأخرى حتى يتأكد أن عمرته وعمرة زملائه الذين أتوا من الرياض عمرة صحيحة. هذا يعطيك دلالة على أنه شاب يعني يهتم بأمور دينه. أضف إلى ذلك أن أسامة يعني كان حريص. يعني أنا أذكر كنا عقدنا جمعية مالية، فقلت له ادخل معنا. قال لماذا يا عم؟ قلت له حتى لا تضيع فلوسك. قال لي يا عم أنا لا ما أضيع فلوسي، أنا أموالي أدخرها وأحفظها حتى أشتري بها الشيء الذي يعني أهدف إليه. فكان حريص أسامة حقيقة. أسامة من النماذج الفريدة، وإذا أردت أن تقول فهو فقد عظيم لوالديه ولأهله، وفقد عظيم
لشركتنا، وأنت تعرف أنه عين مديرا لإدارة المشاريع، وكان يريد أن يمدد إجازته، فلما أدرك أنه أصبح مسؤولا قال المسؤولية أولى وأراد أن يرجع، ولكن كان يعني ختام حياته أن يدفن في المدينة التي ترعرع فيها وعاش فيها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن يا شيخنا أنا أعتقد والله أعلم أن أسامة يعني شاب مبارك، يعني أموره ما شاء الله، يعني تشعر أنه يعني كل الأمور تدل على أنه مبارك، حتى أننا عزمنا في الشركة مع الشباب أن نبني له مسجدا، وعزم الشباب على ذلك. فلما كلمنا المقاول في هذا الأمر قال إذا كان أسامة فنصف علينا ونصف عليكم. هذا مما يدل على أنه شاب مبارك. طبعا شبابنا الذين يعيشون معنا يعني نود أن نرسل لهم رسالة أن الأعمار بيد الله، ولكن الاستعداد للقاء الله عز وجل أمر حتمي، لا بد في يوم من الأيام سيخرج كل منا من هذه الدنيا، ولكن يكون مستعد. طبعا أسامة من الأمور التي هيئت له أن أدى شعيرة العمرة وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات وهو بار بوالده عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. أسأل الله أن ينزل على قبره شأبيب الرحمة والبركة، آمين. وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنان، آمين. اللهم ارفع درجته في عليين، آمين. اللهم ارفع درجته في عليين، آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، آمين. اللهم أنزل عليه شأبيب رحماتك واشمله بواسع فضلك ورحمتك، اللهم يا رب يا الله ألحقنا به في الفردوس الأعلى، إنك أنت على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير أبو عبد الهادي على هذا الكلام الطيب. يعني ماذا نقول بعد هذا وبعد هذه الشهادة من إخوانه ومدرائه؟ فلا الكبير يعني قال شيئا لا ينبغي عنه، ولا الصغير تنكر له، الجميع شهد له بالخير، فهذه والله حقيقة منقبة كبيرة. وأنا كذلك لي مواقف مع أسامة منذ أن تعين في شركتنا المتواضعة، لي مواقف معه يعني أذكرها سردا سريعا. كان لدينا سبحان الله ديوانية نجلس فيها نتعلم قال الله قال رسوله، شقة فيها غرفة. فكان يعني بعض الإخوة كلفتهم بتنفيذ بعض الأعمال فما كانوا على القدر الذي ينبغي، أتعبوني غفر الله لهم. ثم عينت أسامة على أن يكون مديرا لهذه الشقة وهذه الغرفة، بحيث أنه يهتم بنظافتها، يهتم بتوفير كافة المستلزمات لها من الأطعمة والمشروبات والتمر وما إلى ذلك. فكان سبحان الله سريع الخدمة، يعني صادق الوفاء، قمة في الأدب، قمة في التعامل. مواقف كثيرة حصلت بيني وبينهم. ذات مرة قال لي يا شيخ أنت ما حولت لي قيمة كذا وكذا، فقلت له بلى حولت لك، تأكد، لا تكلمني يا مسامة من غير ما تأكد. فقال لي أبشر يا شيخ، ولو تبغاني أنا أتحمل عنها أتحمل. فقلت له لا أنا سأراجع. فلما راجعت وجدت أني أنا المخطئ وهو المصيب، فقلت له يا أسامة الحق معك، زادك الله حسنا وخلقا. وهكذا المواقف والشواهد تدل على هذا الولد المؤدب والنطفة الطيبة. يعني أسأل الله تعالى أن يكون رحمة لوالديه وحجابا لهما من النار. طبعا أسامة مات ولم يتزوج مشاهدي الأكارم، يعني كبرات سمعتنا بطعمات صبوق زربا سمعناها خب الشيخ محمد عبد الله، وبأي وقن وين صبوق مسكر بصبوق نقرات نيرو مساين مسؤول بزوح إهن مهن بها نيرنا، وانتهى دقاق مخلقات زرباسي سبحان الله بحزن بخياتي اتوكا. سلازي تمزل فيديو مو خنسمع بالحري ان شاء الله صبوق زرباوين لنا.
هات الفيديو الثاني يا كنترول. الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويعني يجمعنا به بجنات النعيم، اللهم امين. رحمة الله عليه، الله يرحمه يا رب ويغفر له ويرزقه فسيح جناته ويتجاوز عنه. ورحمه الله وغفر له، الله يجعله يا رب بالفردوس الأعلى ويجمعنا في الجنة سويا جميعا بإذن الله تعالى. رحم الله أخونا أسامة رحمة واسعة، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيه من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر له وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجمعنا به في عليين بإذن الله تعالى. رحمه الله وجعل مكانه في الجنة وجعل مكانه في عليين وأسكنه الله الفردوس الأعلى. رحمه الله وجعل الله مثواه الجنة بإذن الله تعالى. ورحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته وجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى. هذه دعوات من زملائه ودعوات من غير زملائه لأسامة رحمه الله. وأنا في مجلس العزاء طبعا نشرت بين مجموعات ومجمعات الحي الذي نحن نعيش فيه في تركيا في باشاك شهير. هناك نظام مجمعات سكنية، في كل مجمع لا يقل عن 2000-3000 شقة. فنشرت بين هذه المجمعات، فحضر مجموعة من الإخوة لا يعرفونه. أحدهم من شيشاني تركي الجنسية ويجيد اللغة العربية إجادة طيبة، وحضر العزاء. فسمع الناس تثني على أسامة فقال: يا أخي أنا رأيت رسالة في الجروب وجئت لأقوم بالواجب، واجب العزاء، ولكن ثناؤكم عليه جعلني أحبه من قبل أن أراه، أو أحببته ولم أراه، فأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له. فسعدت جدا بشهادة هذا الرجل ومحبة هذا الرجل لأسامة وكونه يترحم عليه. معنا اتصال مشاهدي الأكارم، ثم نواصل الفيديو الذي بعده. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ محمد الإمام فضيلة. حياك الله شيخ محمد الإمام، أهلا أهلا، تفضل. الله يحييكم ويبارك فيكم. رحم الله حبيبنا أسامة إدريس رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنات. في الحقيقة معرفتي به ما كانت كثيرة، لكن رغم الوقت القليل سبحان الله يعني دخل القلوب مباشرة. أذكر مرة من المرات كنت أدعو يعني يا أسامة لو تدخل معنا في البرامج وكذا، فقال لي أبشر مباشر، ما عندي أي مشكلة. وسبحان الله كنت أنتظر يعني بعد أن ينتهي من الإجازة بحيث أنه يكون معنا في تقديم البرامج، لكن سبحان الله أراد له أن يكون في جواري يعني رحمه الله واسع. الله يجزيه خير شيخ محمد الإمام. طيب شيخ محمد الإمام، وأنت مدير لإدارة البرامج في قناة سلام، كان لكم برنامج معايدة في عيد الماضي وكان هو مشارك. هل ممكن يعني تسمح لنا بمشاهدة هذا المقطع في دقيقتين الذي فيه أسامة؟ جاهز؟ ممتاز. متى حتشاهدون؟ أبشر إن شاء الله. طيب كمل التلفون يا حبيبنا. الله يحييكم يا رب، جزاكم الله خير شيخنا وربنا يرحمه. بارك الله فيك. معنا اتصال موسى إدريس أبو ريان، هل هو معنا؟ يلا طيب أعطونا الفيديو الذي بعد هذا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أنس، مرحبا عبد الرحمن أخي، كيف حالكم؟ مرحبا بكم، مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين والمستمعين وجميع القائمين على هذا البرنامج، ما شاء الله تبارك الله. أولا ذهبت إلى الفلبين في عام 2014، درست فيها من عام 2014 جميل إلى 2017 هندسة كهرباء.
الفلبين صراحة يعني من الدول الجميلة جدا من حيث المناخ، وكنا نحن في العاصمة. يعني كان عندنا جالية إريترية ما شاء الله تبارك الله، كنا إخوة مع بعض، وكانت فترة جميلة جدا. يا ربنا للشمال، وأن يلتقي حضرة المصطفى لدى الحوض ريا بكاس زلال، فيؤتى كتاب الحساب غدا بيمناه يا ربنا. ولجميع إخواني موسى وسعاد أختي الكبيرة وأحمد وزياد وسهير وياسر، ولأبي الغالي اللي هو في الرياض الآن، ولجميع زملاء العمل بارك الله فيكم وشكرا لكم. ونوتك يا رب يا ذا الجلال قبولا لصاحب خير الخصال، وأن يسطع النور في قبره وثبته يا رب عند السؤال. رحيل إنا لله وإنا إليه راجعون، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا أسامة لمحزونون. الحقيقة لم يفقد أسامة أبواه ولا إخوانه وأخواته، بل فقدته شركة سلسلة الرواد وفقدته الأمة. كان هذا الرجل لو عاش لكان يعني رجلا عظيما، والله أعلم بما رأينا فيه من قدرات، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار لرفقته من يشاء. ونحن إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات نحسب أسامة من الشهداء، لأنه مات بصعق كهربائي، مات بصعق كهربائي، والصعق الكهربائي حكمه حكم الحريق. والنبي صلى الله عليه وسلم أفادنا بأن الذي يموت بحرق نار الحريق أو حرق يعتبر أحد الشهداء، شهداء هذه الأمة. والله عز وجل يقول ويتخذ منكم شهداء، فهو اختيار واصطفاء، وهو اختيار واصطفاء. وأسامة رحمه الله قبل أن يموت أو أثناء موته رؤيت له رؤى طيبة، وهو مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت المؤمن حتى يرى رؤيا أو ترى له، لا يموت المؤمن حتى يرى رؤيا أو ترى له. وهو تفسير لقوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. مشاهدي الأكارم، الإنسان لا يحزن حقيقة على مثل هذه الوفيات، بل يفرح، لأنها وفاة فيها طاعة وفيها شهادة وفيها يعني خاتمة بما يحب الله ويرضاه، وفيها أيضا خاتمة بما يدل على الشهادة. فمثل هذه الوفيات لا تشكل حزنا، الحزن هو على الفراق، وإنما الحزن من يموت على معصية والعياذ بالله، من يموت والله غاضب عليه، نسأل الله العافية والسلامة. لكن مثل هذه الوفيات، ولذلك جرت العادة أن من مات حتى لو مات سعيدا شهيدا الناس تحزن لفراقه. هكذا قضى الله عز وجل في الموت أنه مصيبة، وفي الزواج أنه فرحة، وفي الميلاد أنه فرحة. وأما في الموت سواء كان بخاتمة طيبة أو كان بخاتمة سيئة فهو حزن وفيه بكاء، ولكن المسلم منضبط بشرع الله عز وجل، فلا يخرج في البكاء والحزن عن ما أباح الشارع الحكيم. والذي لا يلتزم بطاعة الله فيصرخ ويولول ويذكر الميت بمحاسنه كأنه معترض على قضاء الله عز وجل،
هذا عليه الغضب وعليه السخط من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. مشاهدي الأكارم اتصال ونعود إليكم. من معنا؟ يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو عبيدة. يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله يا أبي الغالي، وحيا الله المشاهدين الكرام. الصوت واضح؟ ارفع صوتك قليلا. الآن الصوت واضح؟ جدا. طيب، أولا أعزي المشاهدين وأعزي أنفسنا وأعزيك يا أبي الغالي وأعزي أهل أسامة وذويه يعني أقول لهم أحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم وجبر الله مصابكم وأسكنه فسيح جناته وجعل مقامه في عليين. والله العظيم يعني الكلام في أسامة يعني لا تكفيه يعني لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة. يعني أسامة كان يعني من أقرب الناس إلى الجميع. اي والله هذا أصدق ما يقال في أسامة، أنه من أقرب الناس إلى الجميع بروحه، بخدمته للناس، بمحبته الناس ومحبة الناس له. يعني كان رحمه الله يعني شخص يذكر في أي مجلس فيذكر بالخير ولا يذكر إلا بالخير. أسامة الله يرحمه، يعني أنا يعني رأيت له رؤيا وهي التي صراحة يعني أثلجت صدري، وإلا كان فراقه صعب جدا جدا علينا كلنا. طيب أخبرنا عن هذه الرؤيا أبو عبيدة. أنا كنت سأتلوها على المشاهدين فيسمعونها من لسانك أفضل بدل ما يسمعونها بالواسطة. عطنا الرؤيا. والله رؤيتي وأن ذكرتها يا أبي، ولكن دعني أذكرها. أن الرؤيا هي أنني رأيت أسامة. متى رأيته؟ متى رأيت الرؤيا؟ سمعنا وفاة خبر أسامة العصر في الليل. أنا رأيت هذه الرؤيا يعني مباشرة بعد أول نومة بعد ما سمعت خبر وفاته. جميل. اللي رأيته هي رؤيا مختصرة، أن كنا أنا وهو في السيارة وكان معنا شخصين من معارف أسامة، وكنت أنظر إلى أسامة أقول له يا أخي كيف أنت معي الآن؟ أنا شايفك يعني أنت توفاك الله، أنت الآن ميت، كيف أنت جالس معانا؟ هو يناظر فينا ويقول لي يا عبد الرحمن كيف أنا مو ميت، أنا حي قدامك، ويضحك مبسوط، كان مبسوط جدا. وأنا أكرر عليه نفسه، أنا أقول له يا أسامة أنت كيف؟ أنا يعني الأهل يعزون، الناس يعزون أهلك، ويعني الخبر يعني انتشر ووصل إلى الجميع، كيف تقول الكلام هذا؟ يقول لي لا مالك له، هذه كلها إشاعات، أنا قدامك هو حي. وكان الشيء البارز في كلامه أنه كان يضحك، مبتسم ويضحك، الله يرحمه. فذهبنا إلى إحدى المطاعم المشهورة، كنا في الرياض، وفي لحظة نزول الأكل إحنا أكلنا نناظر في أكل أسامة ما تلمس، وأناظر في كرسي أسامة ما ألقاه موجود، اختفى تماما. فأنا أشرت لأصحابه وقلت له يا أخي شفت قلت لكم إنه هو ميت، بس هو ما كان مستوعب، وانتهت الرؤيا على هذه الحال. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ حسين موجود معنا يا شباب، اتصلوا الشيخ حسين مؤول الرؤى. جزاك الله خير أبو عبيدة على هذه الرؤيا الطيبة التي تدل على الخير إن شاء الله. اتصلوا عليه يا شباب. جزاك الله خير يا أبي. طيب حيا الله أبو ريان، يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أبو ريان. موسى إدريس ياسين أخو أسامة إدريس ياسين الأكبر. أحسن الله عزاءكم أبا ريان، وأخلف الأمة بخير، الله المستعان. اللهم الله يا رب أجرنا وأجركم إن شاء الله. ماذا تعرف عن أسامة؟ أعرف كل خير، اللهم لك الحمد على قضائه وقدره، الحمد لله رب العالمين. كانت فاجأة سبحان الله. أخي أسامة أخي أحبه كثيرا، كنت سبحان صاحب ابتسامة، صاحب روح طيبة،
خدوم، محب خدمة الناس. أسامة دائما يتعب ويسعى في أنه يخدم الناس، كان أحيانا يقصر على نفسه. سبحان الله، حتى مات على خدمة أبيه. الله يعني يجعل رضا أبيه. حدثنا عن هذه الخدمة، ما نوعها يا شيخ موسى؟ ما هي الخدمة التي توفي فيها أسامة؟ سبحان الله، أخي أسامة الله يرحمه كله كان متبقي له ساعات ليعود إلى اسطنبول، فكان يعني الغرفة عندنا فيها المكيف يعني حار، فسبحان الله كان يساعد الوالد في أنه يعني يصلح هذا المكيف، يعني يخليه يعمل جيدا. فسبحان الله يعني المكيف من نوع الصحراوي اللي يعمل بالماء، فسبحان الله كان يعني العمل بعد لها شغل الوالد الكهرباء، وقدر الله أن يصعق أخي ويتوفى شهيدا بإذن الله رحمه الله رحمة واسعة. طيب حدثنا عن أخلاقه مع والدته، مع أخواته، مع إخوانه، كيف كانت وماذا يقولون عنه؟ سبحان الله، يعني أخي أصلا كان ساكن في اسطنبول هنا مع شباب، سكن الزورة السعودية يعني. فلما أتت أختي هنا انتقل معها على طول. هذا ما يدل إلا يعني كان يغار على أخته، يحب أخته يعني يكون لها يخدمها معها طول الفترة، ويعني طبعا الوالد إن شاء الله بإذن الله كان يخدمها، وكان أختي كان هو يعني. ليش الصوت يقطع يا موسى؟ صبرنا كثيرا، شوف لك دبرة، الصوت يقطع. تسمعني يا أبو عبد الرحمن؟ أسمع جزء وجزء لا. طيب الآن إن شاء الله تسمعني. يلا. فكان يعني يخطب، وكان سبحان الله عايش معها ويخدمها، كان يقف معها في كل أمورها. فافتقدنا يعني كان يخدمنا جميع. سبحان الله لما بدأنا نتذكر نشوف كيف كان أخي عنده الطاقة. ماذا عنده؟ كان يعني تفضل. ماذا عنده تقول؟ كان أخي عنده إيش؟ الآن صوتك واضح، كرر. أقول لما توفى وتقبل إن شاء الله، بدأنا نسترجع الذكريات، شفنا سبحان الله كيف أخي كان يستوعب الكل، كان يخدم أمي، وكان يخدم أخواني، وكان يخدم أختي، وكان يقف معي ما أحتاج شيء إلا وأجده جنبي، بل يصر على يعني ما يخليني أحتاج شيء، دائما يروح يخلص لي إياه دائما يعرض لي. وكذلك الشباب أصحابه تجده معهم. قبل فترة كان في قريب لواحد من الشباب راح يوجهه، تجده في كل مكان يعني يحتاجون فيه أصحابه يساعدهم. فرحمة الله عليه كان خدوم صاحب يعني بادرة، صاحب قلب أبيض، رحمة الله عليه. الله يغفر له ويرحمه ويصبركم ويصبرنا جميعا ويعوضنا خيرا،
وأسامة إن شاء الله أنه في خير عظيم كما جاءت في الرؤيا. الرؤيا تدل على أن أسامة حي يرزق، لأن الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكون أسامة يقول أنا حي، هو فعلا هو حي حياة برزخية أخروية، وهو فرح مسرور لأنه عند الله عز وجل وقد اختاره الله. هكذا نحسب، والله حسيبه، ولا نزكي أحدا على الله ولا نجزم، فإن مذهب أهل السنة والجماعة عدم الجزم لأحد بالجنة، ولكن نرجو له الخير بشهادة كثير من الناس مثل أسامة، نرجو له الخير. كذلك رأى له أحد الإخوة كما حدثتني أنت يا موسى أنه لا يعرفه ورآه في المنام كما ذكرت لي وهو يطوف في الكعبة المشرفة وجهه نور. وهكذا أيضا الشهداء وجوههم نيرة كما قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ورؤيت له أيضا رؤيا ثالثة رآها أحد الإخوة من زملائه في العمل. وهكذا هذه بشارات تدل على أن أسامة إن شاء الله على الخير. فمثل أسامة لا يحزن عليه بل يغتبط بما أتاه الله سبحانه وتعالى من هذه الخاتمة الطيبة. زار المسجد النبوي الشريف ثم اعتمر ثم رجع وهو يخدم والده، وكان خدوما للجميع، يتصل على جميع زملائه، كل واحد يقول كلمني قبل ساعة بوفاته، كلمني قبل نصف ساعة. وأنا محدثكم برهان اتصل بي وأرسل لي رسالة قبل وفاته ب10 دقائق فقط يسأل عني وعن حالي وكيف حالك عمي، ويبدو لي والله أعلم يريد أن يقول لي هل تريد شيئا. هكذا كان خدوما مع الجميع، هكذا كان يعني يخدم الجميع بنفس طيبة بنفس زكية. وخير الناس أنفعهم للناس، عند الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. هذه خيرية عظيمة، وهنيئا حقيقة لأسامة. وأقول لأسرة أسامة: احمدوا الله أن اختار من أسرتكم رجلا بهذه يعني المواصفات والسيرة العطرة الطيبة. احمدوا الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله بسبب صبركم واحتسابكم عند الله عز وجل سترون الخير الكثير إن شاء الله في بيتكم، لأن الله تعالى يقول: الذين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مشاهدينا الكرام، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حسن متابعتكم، وأتقدم أيضا لكل هؤلاء الشباب الذين شاركوا معنا، وأتقدم أيضا لأسرة أسامة ولوالديه بالتعزية، وأقول لكم اصبروا واحتسبوا عند الله. وأشكر أخي أسامة أخي موسى على هذا الاتصال وعلى هذه المعلومات الطيبة. أقول اصبر يا موسى والله يعوضكم خيرا، وكلنا راجعون إلى الله، ونسأل الله تعالى أن لا يتوفنا إلا وهو راض عنا غير غضبان. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام، آمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك يا رب يا ذا الجلال قبولا لصاحب خير الخصال، وأن يسطع النور في قبره وثبته يا رب عند السؤال. رحيل أليم بفقد فجائي